بصي يا حبيبه قلبي، انا هنا بحضر الاكل بتاع الكتاكيت البيضه. بصوا ادي دوت علف، وبحط عليه معلقه كركم، وبحط بنجر، وبحط بصلايه مبشوره، وبحط توم. الحاجات دي كلها هطلعها لهم فوق الكتاكيت البيضه. يلا معايا كده. هنا بسم الله ما شاء الله الكتاكيت البيضه بتاعتنا اهي. بس طبعا العشه بتاعتهم احمد جه. العشه بتاعتهم طبعا مش نظيفه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هنضفها دلوقتي. هم طبعا ما شاء الله كبروا، يبان ان هم فراخ ما شاء الله. طبعا كبروا الشعن الاول، بس طبعا انا ما ينفعش اسيبهم والفضلات دي موجوده كده، لان ممكن يجي لهم دي تعمل لهم اسهالات كتير. جميع انواع الاسهالات ممكن تجي لهم بسبب عدم النظافه ده. فطبعا انا هنضف لهم الدنيا واحط لهم الاكل. فاسيبكم بقى انضف لهم وبعدين ارجع لكم تاني. هنا بقول بسم الله وبشيل كده الفضلات بتاعتهم بالسكينه بتاعت المعجون دي. بنضف الدنيا كده بالراحه. بصوا هنا يا جماعه انا نضفت نص العشه اهوت، وحطيت فيها تبن نضيف اهو زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هننضف الجزء الباقي دوت. بصوا يا جماعه اللي انا نضفته اهوت، حطيت لهم الاكل فيه وهجيبهم هنا في الجزء ده ياكلوا، وبعد كده هروح للجزء التاني ننضفه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنكم بس الاكل التاني، بعد اذنكم بس كده، بعد اذنكم شويه بس انضف كده الاكل. ممكن اسيبكم بقى تاكلوا هنا وانا اروح الناحيه التانيه انضفه. بصوا هنا يا جماعه انا نضفت لهم طبعا خلاص العيش اهي، الجزء دوت خلاص نضف اهو. وهنا وحطيت لهم الاكل هنا في الصينيه دي وفي الصينيه دي، وادي الميه بتاعتهم. هنا لو لاحظتوا هتلاقوا فيه واحد صغير اللي هو ده، اللي هو الكتكوت ده، هتلاقوه ما كبرش زيهم دوت سردة. كون ان يظهر واحد او اتنين سردة في المجموعة اللي تجيبيها مفيش اي مشكلة. السردة ده بكره ان شاء الله هيتعدل، هياكل لما يكبر شوية هياكل اكتر، وهتلاقيه ان شاء الله اتظبط. ولو وصل لحد كيلو ونص حلو قوي، وهيوصل ان شاء الله لاكتر من كده. فكونك تلاقي واحد او اتنين مفيش اي مشكلة خالص انك تلاقيهم في وسط الكتاكيت، مفيش اي مشكلة. لكن الباقي كله ما شاء الله تقريبا الاحجام متساوية اهي، تقريبا ما شاء الله الاحجام متساوية، ولسه ما كملوش 3 اسابيع. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الكتكوت حلو ازاي، يعني يعتبر بقى ما شاء الله فرخه اهو. طبعا ما حطيتش الاكل، طبعا تهتمي بالتدفئه. مش معنى ان هم كبروا ان احنا نسيب اللمبه نشيلها، لا نخليها زي ما هي. وبرده دي اللمبه اللي هي ال100 واط، وما بحطش تحتيها الاكل عشان ما يناموش في الاكل ويبقى فيه فضلات. فانا بركن الاكل على جنب كده ياكلوا، وبعدين بسيب لهم تحت اللمبه فاضيه عشان لو حبوا يناموا تحتها ما يناموش في الاكل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم اتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك ولايك وكومنت، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.